السلام عليكم أحبتي، نتمنى تكونوا كامل بخير إن شاء الله. بغيت نشارككم اليوم وصفة السفنج أو الفطائر أو الخبز المقلي، كل واحد وكيفاش يبغي يسميه. نبداو على بركة الله. في جفنة نحطو 3 ملاعق فرينة، ملعقة سكر، ملعقة خمارة، 2 كيسان ماء دافي، ونخلطوهم بيان ونخليوهم لمدة 10 دقائق يتفاعلوا. مباشرة نضيف 4 كيسان فرينة بالتدريج، نخلطو سواء باليد أو بملعقة، الملح، الخميرة الكيميائية، حتى نتحصلوا على عجينة تتلاصق. وهنايا نخلوها ترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ما نكونوا ضربناها وخلينا الهواء يدخل فيها. نعاودو نبقاو نخلطو في العجين مع رش الماء. لازم نرشوا الماء في العجينه غير بشويه، ما نجروهاش، نبدو نضربوا فيها حتى نخلوها هكا ترجع تتلاصق، بصح هي متماسكه يدخلها الهواء، كأنه رانا نضربوا في العجين. جانا حالنا وبدينا نضربوا فيه. نكرروا العملية هذه 3 مرات. كل ما تتكرر هذه العملية انه الخمور يروح ونعاودوا نهبطوه ونعاودوا نبدو نضربوا في العجين، كل ما الهواء يدخل ويجينا السفنج خفيف، حتى كي نحسوها هي تولي كيما لي زيلاستيك، تتكسل بلا ما تقطع. شوفوا هنا كي راهي تبدا تشكل لنا في النبابه. كل ما دير هذاك الفقاعات كل ما العجين ارتاح، وصلنا للخطوه اللي نحوسوا فيها. ندهنوا البلاط تاعنا، ندهنوا يدينا بالزيت، باسكو نبقاو ديما نخدموا بالزيت. نبدو نلوزوا في العجين ونشكلوه كريات صغيره قد الحجم اللي راكم باغينه، تاع السفنج ولا تاع الفطائر ولا الخبز المقلي، كل واحد كيفاش يبغي يسميه. ونخلوه يرتاح شويه، نخلو الزيت تاعنا يحمى شويه، ونشكلوا العجينه تاعنا، نحلوها على شكل دائره. انا ما نفضلش انه نثقبها في الوسط، نبغيها كيما هكاك تجي هكا منفوخه، وهذا يساعدها باش تكون لي خاويه من الداخل. نحلوها بيدينا بمساعده الزيت كيما راكم تشوفوا، غير بشويه حتى تتكسل، ونحطوها على هذاك الزيت اللي يكون ساخن لكن النار تكون متوسطه، نبقوا ندوروا فيها باش نخلوها تبان بيان. وغير تسخن شويه، غير تبدا ديرنا في الفقاقع شويه، نبدو نرشوا فيها بالزيت باش نطيبوها من الفوق. هذه الثانيه راني درتها معكم. شوفوا كيفاش نحلوها، ونعاودوا نحطوها غير بشويه، بالك وتحرقوا يديكم وتقولوا ساره حرقتنا، غير بشويه وسحفوها. وهذه عجينه نورمال اللي حنا نتحكموا فيها، ماشي هي تتحكم فينا.
ها هي وصفة السفنج تاع اليوم واجدة. كاين شحال من وصفة للسفنج، انا اخترت هذه الوصفة كل خطرة كيفاش ندير. خطرة ندير الخفاف يجي بالسميد يجي شباب. هذه المرة كنت عجلانة، درت سفنج خفيف بلا فارين. نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. بصحتكم.